كلمة الوطن وده تعريف خطير بعد جدا. إذن حضرتك في خبر عاجل، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يلقي كلمة بخصوص الأحداث الجارية الآن في مصر، وليعلم كل من تدخل في شؤونها الداخلية بأنهم بذلك يوقدون نار الفتنة ويؤيدون الإرهاب الذي يدعون محاربته، آملا منهم أن يعودوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان. فمصر الإسلام والعروبة والتاريخ المجيد لن يغيرها قول أو موقف هذا أو ذاك، وأنها قادرة بحول الله وقوته على العبور إلى بر الأمان. يومها سيدرك هؤلاء بأنهم أخطأوا يوم لا ينفع الندم. هذا وبالله التوفيق، وعليه توكلنا وبه ننيب. ينعي التدخل. ومشاهدينا، ما كنا بنتابعه الآن هو الجزء يعني الأخير من كلمة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، واللي ألقى كلمة بخصوص الأحداث الجارية في مصر، وهنحاول نقول لحضراتكم تفاصيل كل هذه الكلمة. ولكن على أي حال يعني العاهل السعودي الملك عبد الله قال إنه يعني من يتدخلوا في شؤون مصر، ده طبعا خلاصة اللي قدرنا نوصل لحضراتكم ليه في آخر الكلمة، إنه من يتدخلوا في شؤون مصر هم بيقودوا نار الفتنة، وبيأمل إنهم يعودوا إلى رشدهم، خاصة أن مصر العروبة لن يغيرها قول. وقال أيضا أنه في يوم من الأيام سيدرك هؤلاء أنهم أخطأوا في يوم لا ينفع الندم. ده اللي يعني أضافوا أو قالوا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته، واللي يعني قال فيها أنه على كل من يسعى للتدخل في شؤون مصر عليه أن يعود إلى صوابه. بعد قليل